أهلا بكم في قناتنا ما وراء الشاشة. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ. النهاردة هنلخص الحلقة الثالثة عشرة من كرتون عالم غامبول المدهش الغريب. لو عايز تشوف باقي الملخصات كلها موجودة على القناة. بتبدأ الحلقة بداروين وهو بيكتب رسالة حب لكاري وبيخبيها في الخزنة بتاعتها. بعد كده كاري وبيني بيوصلوا المدرسة. غامبول بيسأل كاري هو لو حد قالك بيحبك هتعملي فيه ايه؟ كاري بتتلبس جسده وتهريه ضرب وتكسير، وبعدين تقول له عندنا في العالم السفلي ما ينفعش حد يقول كده. وبعدها بتخرج من جسده وتمشي وتاخد كتبها، والصدمة ان رسالة داروين موجودة جواهم من غير ما تحس. جامبول وداروين بيخافوا انها تقرأ الرسالة، فبيقرروا يسترجعوها بأي ثمن علشان كاري ما تموتش داروين. بعدها داروين بيعمل تمويه لكاري وجامبول بيتسلل علشان ياخد الكتاب، لكن الشنطة بتبلعه ومع ذلك يعرف يخرج منها. بيفكروا ازاي هيتخلصوا من الرسالة. غامبول ياخدها علشان يرميها في عربية الزبالة، لكنها تقع في شنطة صديقهم العملاق هيكتور. بعدها بنشوف داروين قاعد في الفصل وبيفكر هيعمل ايه في المصيبة دي، وفجأة هيكتور بيخبط على الشباك وبيدي داروين الجواب. الأستاذة تشوف داروين وتقول له لازم تشارك الجواب مع الجميع. داروين يقرر انه هيعترف بحبه اخيرا لكاري قدام الفصل كله وهيقرأ الجواب، وفعلا يبدأ يقرأ الجواب. لكن المفاجأة الجواب بيكون رد من هيكتور على داروين بيقولوا فيه انه ما ينفعش يحبوا بعض. كاري بتتعصب وتبدأ تدمر المدرسة وتخرج بسرعة، وداروين يجري وراها لحد ما يطلعوا بره. هناك كاري تقول لداروين انت بتخوني وانت شخص كداب، لكن داروين يقولها الحقيقة وكمان يقولها بحبك. لما كاري بتسمع كلمة بحبك بتتلبس جسم جامبول مرة تانية وتجري على داروين. وفي مشهد غريب غير مناسب لا للأطفال ولا للكبار كمان، بنشوف جامبول بيبوس داروين. بعدها كاري بتخرج من جسم جامبول وتنتهي الحلقة على كده. تقييمي للحلقة دي 0/10، والسبب انها غير مناسبة لأي شخص عاقل وواعي. متنساش تكتب تقييمك لهذه الحلقة في التعليقات.